فهذه الأيام والليالي مباركة، وهي أعيادنا أهل الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث عقبة بن عامر عند أحمد، قال عليه الصلاة والسلام: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. هذه أعيادنا يا أهل الإسلام، يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق. هذه الأيام التي آخرها هذه الليلة مع يومها، فهي أعياد للمسلمين، يفرحون، يستبشرون، يسرون، يبتهجون، يأكلون، يشربون، يضحكون، يوسعون على أنفسهم وأهاليهم ومن ولاهم الله عليهم بالضوابط الشرعية والآداب المرعية. محاضرة للشيخ الفاضل أبي عبد الله أحمد البركاني حفظه الله ضمن جلسة عيد الأضحى المبارك لعام 46 و400 وألف من الهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. فلهذا أيها المسلم في هذه الأيام المباركات لك أن تتمتع بما وسع الله سبحانه وتعالى عليك. وسع على أهلك، كل واشرب والبس وتنزه واضحك واجلس مع أهلك وجيرانك وضيوفك وأحبابك وخلانك مما أباح الله عز وجل. لكن إياك والغفلة، إياك أن تغفل عن دينك، وإياك أن تبتعد عن ربك، وإياك أن تتلبس بالمنكرات وأن تقترف المحرمات والتي كانت في مسجد الأنصار بمدينة العند محافظة لحج حرسها الله. فبعض المسلمين إذا جاء العيد كأنه وحش خرجنا من السجون شم الأنوف كما تخرج الأسد من غابها، يعني كأنه أسد كان مقيدا مكبلا، خرج لا يرعوي ولا ينزجر، ينظر في الحرام، يستمع الحرام، يقول الحرام، قاط، شمة، دخان، سيجارة، معسلية، ربما حبوب ومخدرات، وربما أعظم من ذلك من تعاطي المسكرات، أغاني، مزامير، طبول، تصاوير. وإذا قيل له يا فلان اتق الله قال عيد. هذا العيد أهكذا تقابل نعمة الله عز وجل؟ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فجزا الله خيرا الشيخ الفاضل عبد الرحمن بن بادح على هذا التذكير والتحذير والتنفير من البدع وأهلها. فكما قال الفضيل بن عياض رحمه الله فيما ساقه عنه البربهاري رحمه الله في أصول السنة، أن أهل البدع كالعقارب يدسون رؤوسهم ويلدغون بأذنابهم، فلا يدري الإنسان إلا وقد ذهب عليه دينه أو بعض دينه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكما قال ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة، قال رحمه الله: كان كلما عرضت لي شبهة عرضتها على شيخ الإسلام فيزيلها، فقال لي بعد ذلك: يا بني، لا تفتح قلبك للبدع، واجعل قلبك كالقارورة المصمتة، قارورة مغلقة. لماذا هي قارورة؟ من أجل أن يرى ما عليه الناس. ولماذا هي مصمتة مغلقة؟ حتى لا يدخل شيء من البدع إلى قلبه. قال: ولا تجعل قلبك كالسفنجة
الإسفنج، كلما جاءه شيء عصير شرب، مرق شرب، مداد شرب، حليب شرب، ماء شرب، بيارة صانكم الله شرب. اجعل قلبك كالقارورة المصمتة، زجاجة مغلقة. هذه الزجاجة المغلقة ترى من جوفها ما عليه الناس، فلست بغافل، وفي الوقت نفسه مطبقة مؤصدة لا يتسرب إليها شيء من تلك الأقاويل والأباطيل. فجزا الله خيرا الشيخ على هذا التحذير من البدع وأهلها. أيها الإخوة الكرام، نحن في هذه الليلة المباركة، في ليلة 13 من شهر ذي الحجة لعام 1446، وهذه الليلة هي ليلة النفر الثاني عند الفقهاء للحجاج. فالحجاج في منى في هذه الأيام الفضيلة المباركة يذكرون الله ويقدسونه ويحمدونه ويهللونه. جاءوا تائبين منيبين راجعين مقبلين على ربهم سبحانه وتعالى. فهذه الأيام والليالي مباركة، وهي أعيادنا أهل الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث عقبة بن عامر عند أحمد، قال عليه الصلاة والسلام: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. هذه أعيادنا يا أهل الإسلام، يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق. هذه الأيام التي آخرها هذه الليلة مع يومها، فهي أعياد للمسلمين، يفرحون يستبشرون يسرون يبتهجون يأكلون يشربون يضحكون، يوسعون على أنفسهم وأهاليهم ومن ولاهم الله عليهم بالضوابط الشرعية والآداب المرعية. فقد جاء عند الإمام الترمذي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قدم المدينة وجد أهل المدينة يلعبون في يومين، لهم يومان يلعبون في هذين اليومين. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه: ما هذان اليومان؟ قالوا: يا رسول الله، يوما عيد نلعب فيهما. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله قد أبدلكم بخير منهما، الفطر والأضحى. عيد يعود ويتكرر، يحمل في طياته الفرحة والبهجة والحبور والانشراح بعد عبادات جليلة قضاها أهل الإسلام. فعيد الفطر بعد ركن عظيم من أركان الإسلام وهو شهر رمضان، فأدوا تلك العبادة ثم نالوا تلك الفرحة
قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: للمسلم فرحتان يفرحهما، فرحة يوم فطره وفرحة يوم لقاء ربه. إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه، فيفرح بعد تلك العبادة التي أداها وتلك المكابدة التي كابدها، مع التلذذ الروحاني الذي حصل له إبان تلك العبادات وعند قيامه بتلك الطاعات. وهكذا في عيد الأضحى المبارك، عند أن يجتمع الحجيج في تلك المشاعر المقدسة، تركوا أهاليهم وأولادهم وأحبابهم وخلانهم وأشغالهم وأعمالهم ووظائفهم، وبذلوا أموالهم وقطعوا الفيافي والصحاري والفلوات وشقوا الطرقات. منهم من جاء عبر البحر، ومنهم عبر البر، ومنهم عبر الجو، كلهم مقصدهم ومنشودهم واحد، وهو الله عز وجل. يريدون عفوه ورحمته ومغفرته وجوده وإحسانه سبحانه وتعالى. والمسلمون في الآفاق في أقطار الأرض يشاركون الحجيج هذه العبادات، فأكرم الكريم المتعال سبحانه وتعالى عباده في أرجاء المعمورة، أنهم يشاركون الحجاج في هذه العشر، حتى جعل الله عز وجل هذه العشر أفضل أيام الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي رواه البزار وغيره من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيام العشر أفضل أيام الدنيا. وصارت أيام العشر، صارت العبادات فيها أجل العبادات وأعظم الطاعات، لا يوازيها عمل مجاهد خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، أريق دمه وأزهقت روحه وعقر فرسه وذهب ماله وسلاحه. العابد الذي اغتنم هذه الأوقات واهتبل هذه الساعات، زاحم، سارع، سابق، بادر، اغتنم أنفاسه في عبادة الله عز وجل، هذا ينال الدرجات العلى، وهذا من فضل الله وجوده. وبعد ذلك يأتيك عيد الأضحى المبارك، يفرح المسلمون، ولا يزال المسلمون يعيدون، يأكلون، يشربون، يتمتعون، يتنزهون، يلبسون ما طاب لهم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فهي لأهل الإيمان في الدنيا، وهي لهم في الآخرة على أوفر ما تكون، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن هذه الأعياد أعياد فسحة بضوابط شرعية وآداب مرعية يجب أن تراعى وأن يتنبه لها، وأن يكون المسلم منها على ذكر ولا يذهب ذلك من ذهنه. ولهذا في بيان النبي عليه الصلاة والسلام لسماحة هذه الشريعة وسهولتها
وأنها حنيفية سمحة ليس فيها آثار وليس فيها أغلال، بل دين الرحمة ودين المحبة ودين اليسر ودين التعاون ودين الألفة والتقارب والتواصل، دين يزيد العزيز عزة ويزيد الرفيع رفعة ويزيد الشريف شرفاً. فإذا كان الإنسان على شرف قبل أن يعرف دين الإسلام ثم دخل في دين الإسلام زاده الإسلام شرفاً فوق شرفه وعزة على عزته ورفعة فوق رفعته. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، فخيارنا في الجاهلية هم خيارنا عند الاستقامة وعند الصلاح، لا سيما إذا تفقهوا في الدين وعرفوا أصول الدين وصاروا رؤوسا في الدين، فإنهم يكونون أرفع مما كانوا عليه قبل. جاء عند البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان مضطجعا في بيته، في بيت عائشة في يوم عيد، وعنده جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث. هاتان الجاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار من أشعار العرب، أشعار فيها حروب وفيها هجاء وفيها ثناء وفيها ذكر مآثر ومثالب، لأن يوم بعاث كان يوما عظيما ذهب فيه صناديد الأوس والخزرج، قتل أولئك الصناديد، فعلى عادة العرب أنهم يتقاولون ويهجو بعضهم بعضا، فكانت تانك الجاريتان تغنيان بتلك الأقاويل التي قالتها شعار العرب. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد ولى هاتين الجاريتين ظهره، فدخل أبو بكر رضي الله عنه وسمع هاتين الجاريتين وهما تغنيان بما تقاولت به الأنصار، فغضب أبو بكر وقال: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فالتفت إليه الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام والرحمة المهداة وقال: يا أبا بكر دعهما، فإن هذا يوم عيد، وإن هذا، قال دعهما فإن هذا عيدنا أهل الإسلام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، أي دع هاتين الجاريتين تغنيان بالكلام المباح على عادة النساء. قال العلماء: يجوز للنساء في أيام الأعياد والأعراس أن تغني النساء بصوت منخفض، وأن تضرب النساء بالدف بصوت منخفض لا يسمع زغاريد النساء الرجال الأجانب، ولا يخرج صوتهن وغناهن حتى يسمعه الرجال الأجانب. هذا في الأعراس وفي الأعياد. في بعض الأحاديث في حديث عائشة أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لتعلم يهود أن في ديننا فسحة. وفي بعض الروايات الصحاح أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لتعلم اليهود والنصارى أن في ديننا فسحة. وفي هذا الحديث الأخير حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في يوم عيد، فجاءت الحبشة الذين كانوا في المدينة، جاءوا وهم يزفنون بالدركلة، وعندهم الدرقة، أنواع من السلاح، يزفنون
أي يطمرون ويثبون يقفزون، وهم يلعبون في يوم عيد بشيء يقال له الدركلة، وبأنواع الدرق مما يتخذه المقاتل في الحرب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دعوهم لتعلم اليهود أن في ديننا فسحة، أي أن ديننا رحمة، وأن ديننا ليس فيه غلو، وليس فيه التشدد المقيت، وليس فيه التميع الذي هو باب التضييع، بل دين وسط، حنيفية سمحة. دعهم أو دعوهم لتعلم اليهود والنصارى أن في ديننا فسحة، لكن هذه الفسحة تكون بالضوابط الشرعية، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: كل واشرب والبس ما لم يكن في ذلك سرف ولا مخيلة. كل ما شئت، واشرب ما شئت، والبس ما شئت، بالضوابط الشرعية، ما لم يكن هنالك سرف ولا مخيلة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الأيام المباركات: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. الأيام كلها، السنة كلها أيام أكل وشرب وذكر لله، لأن الآدمي إذا لم يأكل ولم يشرب سيموت، وإذا لم يذكر الله عز وجل سيخرج عن دائرة الإسلام. فلماذا خص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيام التشريق بأنها أيام أكل وشرب وذكر لله، مع أن السنة كلها أكل وشرب وذكر لله؟ لأن هذه الأيام يزيد فيها ذلك. المسلمون يتمتعون باللحوم، بالفواكه، بأنواع المشروبات والعصائر والحلويات، وسع الله عليهم، وهم يوسعون على أنفسهم وعلى أهاليهم وأحبابهم وجيرانهم. وأيضا أيام ذكر لله، يذكرون الله عز وجل، يكبرونه، يحمدونه، يهللونه، يسبحونه. لا سيما التكبير، تكون بيوتهم وأسواقهم ومجالسهم وفرشهم، موائدهم، مراكبهم، أماكن أعمالهم وتجمعاتهم ومحافلهم، تكون تلك الأماكن عامرة بالتكبير: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، حتى يشعر الناس بالفرحة والسرور والبهجة والحبور، وحتى تغرز هذه العقائد في قلوب نسائنا وفي قلوب أولادنا. فإذا بالولد الصغير في سن الثالثة والرابعة والخامسة يكبر الله عز وجل: أكرم به وأنعم من دين. ترى الصبي الصغير يكبر الله عز وجل ويهرع إلى المسجد مع الصبيان، يريدون أن يكبروا في المسجد. دين الرحمة، ودين العزة، ودين الرفعة، ودين العلو. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المخالفات العظيمة التي تقع أيام الأعياد. ومن ذلك ما لفت إليه انتباهنا الشيخ حفظه الله في كلمته، وهو ما عليه القبوريون والمشركون. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح: لا تتخذوا قبري عيدا، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وفي الرواية الأخرى: لا تتخذوا قبري عيدا. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ضلالتين، بعض الضلالتين أعظم من بعض.
فقوله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا، أي لا تجتمعوا عند قبري متعمدين قاصدين الاجتماع عند قبري، فإنه وسيلة وذريعة إلى أن تعبدوني وتشركوا بالله عز وجل. فهذا قطع للذرائع وسد لأبواب الشرك وحماية لجناب التوحيد. لا تتخذوا قبري عيدا، لا تجتمعوا عنده، وإن لم تعبدوه فإنه مع الأيام والليالي وذهاب العلماء وتفلت وتنسخ العلم يوشك أن يعبد. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وهذا هو الشرك نفسه، هذا هو الشرك نفسه. فهذا تحذير عظيم من باب خطير ودرب عسير من دروب تهدم إسلام العبد وتفت في عضد عقيدته. فلهذا أيها المسلم في هذه الأيام المباركات لك أن تتمتع بما وسع الله سبحانه وتعالى عليك. وسع على أهلك، كل واشرب والبس وتنزه واضحك واجلس مع أهلك وجيرانك وضيوفك وأحبابك وخلانك مما أباح الله عز وجل. لكن إياك والغفلة، إياك أن تغفل عن دينك، وإياك أن تبتعد عن ربك، وإياك أن تتلبس بالمنكرات وأن تقترف المحرمات. فبعض المسلمين إذا جاء العيد كأنه وحش خرجنا من السجون شم الأنوف كما تخرج الأسد من غابها، يعني كأنه أسد كان مقيدا مكبلا خرج لا يرعوي ولا ينزجر، ينظر في الحرام، يستمع الحرام، يقول الحرام، قات، شمة، دخان، سيجارة، معسلية، ربما حبوب ومخدرات، وربما أعظم من ذلك من تعاطي المسكرات، أغاني، مزامير، طبول، تصاوير. وإذا قيل له: يا فلان اتق الله، قال: عيد. هذا العيد أهكذا تقابل نعمة الله عز وجل؟ أن متعك الله عز وجل بالقوة والصحة والعافية، وأمدك الله عز وجل بالعمر، وأعطاك الله ما منعه غيرك، وأنت تقابل هذه النعم بهذا الفجور وبهذا النكور وبهذه المنكرات والمعاصي. لا يا أخي، لا، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. لا تعصي الله عز وجل، لا تغفل. عيد، لكن صلاة جماعة في وقتها. السنن هي السنن، ونحن عبيد لله كما كنا عبيدا لله في رمضان وفي العشر المباركات في شهر ذي الحجة، نحن أيضا عبيد لله. فأنت عبد فكن عبدا كما أراد الله عز وجل. كن مستقيما محافظا على دينك، لا ترضى بالتميع ولا ترضى بالتفلت. حافظ على الجماعة، حافظ على السنن القبلية والسنن البعدية، حافظ على وردك من القرآن، على الأذكار الشرعية. غض بصرك، صن سمعك، احفظ لسانك، لا تأكل الحرام ولا تشرب الحرام ولا ترضى بالحرام ولا تشارك في الحرام، وإياك والحرام وأهله. تذوق العيد، عيد فيه ما لذ وطاب، ومن أعظم اللذات وأطيب المفرحات أن تؤدي عبادة الله سبحانه وتعالى، فيكون قلبك عامرا بحب الله والشوق إلى الله والأنس بالله والانطراح بين يدي الله
والابتهال والتضرع لله عز وجل في سائر الأوقات. هذه والله الحياة، هذه الحياة، أن تنادي ربك في ظلمات الليالي، وأن تقرأ القرآن، وأن تفهم خطاب ربك وما يقوله ربك، وما أمرك به، وما نهاك عنه، وما دعاك إليه، وما رغبك فيه وحذرك منه. هذه الحياة التي من ذاقها لا يريد غيرها، وربك لا يريد غيرها، مهما أعطي من متاع الدنيا من مراكب وسيارات وعمارات وعقارات، لا يريد ذلك أبدا. ذلك كله في كفة، وتلك الأشياء كلها في كفة أخرى، ولا يثقل مع اسم الله شيء. ألا فلنحافظ على ديننا وعلى الآداب الشرعية وعلى الضوابط التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام. لا تشدد ولا غلو ولا تميع ولا تفريط ولا إهمال، لكن كما كان سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام نريد أن نكون أتباعه، وأن نكون في ركبه، وأن نكون في القافلة التي يقودها صلى الله عليه وسلم. أسأل الله بمنه وكرمه وفضله وإحسانه وجوده وامتنانه أن يصلح قلوبنا، وأن يذلل جوارحنا لطاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سامحونا على الإطالة، وقد أخذنا من وقت أخينا عبد العليم بانافع، فالله المستعان وليتفضل، جزاه الله خيرا.